أهلا بيكم يا أصدقائي. النهاردة هنتكلم عن عنصر غذائي مهم جدا، يمكن بنسمع اسمه كتير بس قليل مننا اللي فاهم قد إيه هو ضروري لصحتنا. العنصر ده هو الأوميجا 3. يمكن نسمع عنه دايما في الإعلانات أو على عبوات المكملات، لكن الحقيقة إن الأوميجا 3 مش مجرد موضة أو منتج تجاري. ده عنصر أساسي الجسم محتاجه كل يوم علشان يشتغل بشكل طبيعي وسليم. خلينا نبدأ من البداية ونسأل نفسنا، يعني إيه أوميجا 3؟ الأوميجا 3 ببساطة نوع من الدهون الصحية غير المشبعة اللي الجسم ما بيقدرش يصنعها لوحده، يعني لازم ناخدها من الأكل اللي بناكله. والدهون دي مهمة جدا لأنها بتدخل في تركيب خلايا الجسم، خصوصا خلايا المخ والعين والقلب. وفي منها 3 أنواع رئيسية: EPA و DHA، ودي موجودة في الأسماك الدهنية، و ALA، ودي موجودة في بعض النباتات والمكسرات. الأنواع دي بتشتغل مع بعض زي فريق قوي، هدفه يحافظ على صحتنا من جوه ومن بره. فائدة لصحة القلب والشرايين. القلب هو أكتر عضو بيستفيد من الأوميجا 3. الدراسات بتأكد إن الأوميجا 3 بتساعد في تقليل نسبة الدهون الضارة في الدم، وبتمنع تراكم الترسبات على جدران الشرايين، وده بيقلل خطر الجلطات وأمراض القلب. كمان بتساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية. يعني باختصار، الأوميجا 3 بتحافظ على قلبك نابض بالحياة وبتمنحه طاقة واستقرار. الناس اللي بيتناولوا كميات كافية منها بيلاحظوا نشاط أكتر ونوم أفضل ومجهود بدني أقل مع نفس النتائج. فائدة للمخ والتركيز والذاكرة. المخ بيتكون من نسبة كبيرة من الدهون، والأوميجا 3 بتشكل جزء أساسي منها. علشان كده هي مهمة جدا لوظائف المخ، بتحسن التركيز وتقوي الذاكرة وبتساعد على التفكير بشكل أوضح. وفي أبحاث بتقول إنها بتقلل خطر الإصابة بأمراض زي الزهايمر والخرف لما بنكبر في السن. كمان بتساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والاكتئاب. يعني لو بتحسي إنك متوترة أو ذهنك مش مركز، ممكن تكوني محتاجة تزودي الأوميجا 3 في أكلك. فائدة لنمو الأطفال وصحتهم العقلية. الأوميجا 3 مهمة جدا للأطفال، خصوصا في مراحل النمو الأولى. هي بتساعد على تطور المخ والعينين، وعشان كده دايما الأطباء بينصحوا الحوامل إنهم ياخدوا أكلات أو مكملات فيها أوميجا 3. كمان بتقوي المناعة وبتحسن القدرة على التعلم والانتباه عند الأطفال، يعني بتبني جيل أذكى وأقوى وأكثر توازن نفسيا. فائدة للبشرة والشعر. يمكن المفاجأة هنا إن الأوميجا 3 مش بس للعقل والقلب، لكن كمان للجمال والبشرة. هي بتساعد في ترطيب الجلد من الداخل، وبتقلل الالتهابات اللي بتسبب حب الشباب أو الإحمرار. كمان بتخلي البشرة ناعمة ونضرة، وبتقلل ظهور التجاعيد المبكرة. أما بالنسبة للشعر فهي بتقوي الجذور وتقلل التساقط وبتمنحه لمعة طبيعية وصحية. يعني ممكن نقول إنها سر الجمال الداخلي فعلا. فائدة لصحة العين. الأوميجا 3 بتساعد في الحفاظ على صحة الرطنية وبتقلل خطر الإصابة بجفاف العين أو ضعف النظر مع التقدم في العمر. وعشان كده الناس اللي بيشتغلوا قدام الشاشات لفترات طويلة بيستفيدوا جدا منها. فائدة للجسم والمفاصل والمناعة. الأوميجا 3 ليها تأثير مضاد للالتهابات، يعني بتقلل الألم والتورم اللي ممكن يصيب المفاصل عند بعض الناس، خاصة اللي بيعانوا من التهاب المفاصل أو آلام العضلات. كمان بتقوي جهاز المناعة وبتساعد الجسم يقاوم العدوى بشكل أسرع. المصادر الطبيعية للأوميجا 3. طيب ناخدها منين؟ أهم مصادرها الطبيعية هي الأسماك الدهنية زي السلمون، التونة، السردين والمكاريل. وبالنسبة للنباتيين يقدروا ياخدوها من بذور الكتان، بذور الشيا، عين الجمل وزيت الكانولا. ولو صعب الحصول عليها من الأكل ممكن نلجأ لمكملات غذائية، لكن لازم دايما بعد استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية. نصائح بسيطة علشان تستفيدي منها أكتر. 1. حاولي تاكلي سمك مرتين في الأسبوع على الأقل. 2. استخدم زيت الزيتون أو زيت الكانولا في الطبخ بدل الزيوت المهدرجة. 3. ضيف المكسرات وبذور الشيا أو الكتان على الزبادي أو العصير. 4. اشربي مية كفاية علشان تساعد جسمك يستفيد من العناصر دي. في النهاية، الأوميجا 3 مش مجرد مكمل أو عنصر إضافي، دي وقود الحياة لكل خلية في جسمك.
بتحمي القلب وتنشط العقل وبتخلي بشرتك وشعرك في أحسن حال. ومع شوية وعي وتغيير بسيط في العادات الغذائية تقدري تضمني لنفسك صحة أقوى ومزاج أهدى وحياة أكثر توازن وسعادة. خلي دايما أكلك وسيلة للعناية بنفسك، وابدأي من النهاردة بإضافة مصدر طبيعي للأوميجا 3 في وجبتك القادمة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.